والد زيزو حان وقت الحساب. شوبير يسخر من شكوى الزمالك. محمد صلاح يعاني من مشكلة مع ليفربول. أكد الأستاذ سيد مصطفى والد اللاعب أحمد مصطفى زيزو نجم النادي الأهلي أنه الآن جاء وقت الحساب، وأنه تم الترفع كثيرا عن الرد. وقال سيد زيزو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج بلس 90 مع الإعلامي أمير هشام بقناة النهار أن الأمور تجاوزت الحدود، وكان هناك مراعاة لتاريخ زيزو مع نادي الزمالك خلال فترة 6 سنوات، ولكن هناك أعضاء من مجلس إدارة نادي الزمالك قاموا بتحريض الجماهير للإساءة للاعب، ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات قانونية. وتم صياغة البلاغ منذ الأمس، وتجميع العديد من الفيديوهات، وتقديم كافة المستندات للنيابة العامة. وما زالت الحرب مستمرة بين الإعلامي أحمد شوبير ومجلس إدارة نادي الزمالك. وأثار أحمد شوبير جدلا واسعا بتدوينة غامضة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب شوبير: الأدب فضلوه عن اللعب، وذلك تزامنا مع تقديم نادي الزمالك شكوى رسمية ضده للمجلس الأعلى للإعلام. وجاءت الشكوى التي قدمها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب احتجاجا على ما وصفه النادي بالتجاوزات المتكررة من شوبير خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي، والتي اعتبرها المجلس تحريضا ضد جماهير الزمالك مخالفة للمعايير المهنية. وأكد الزمالك في شكواه رفضه القاطع لأي أساليب تستهدف جماهيره، مشددا على أن حرية الرأي لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة. ومن جهته تناول أحمد شوبير في برنامجه حارس الأهلي على قناة النادي الأهلي قضية مديونيات بعض الأندية مقابل استخدام استاد القاهرة، معلقا: هل جميع الأندية التي تلعب على استاد القاهرة تسدد مستحقاتها؟ ومهددا بكشف أرقام تفصيلية إذا لم يعلن عن تسوية، حيث يذكر أن يوجد نادي واحد لم يسدد إيجار الاستاد لمدة عامين. ومن ناحية الأخبار العالمية، سلطت مجلة 442 العالمية الضوء على بعض المشاكل التي يعاني منها فريق ليفربول، والتي ظهرت بعد خسارة كأس الدرع الخيرية أمس أمام كريستال بالاس، ومن ضمنها شيء يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح. وقالت المجلة أن مركز محمد صلاح من ضمن المشاكل التي تسببت بها طريقة لعب 4-2-3-1 مع وجود فلوريان فيرتز كلاعب خط وسط متقدم بدلا من دومينيك سوبوسلاي. وسبق أن شرح صلاح كيف أثرت محادثاته مع أرن سلوت الصيف الماضي على أدائه خلال الموسم الماضي، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي. وقال صلاح لأرن سلوت حسب تصريحاته: طالما تمنحني راحة دفاعية سأقدم لك أداء هجوميا جيدا. وأثبت صلاح صدق ما قاله، حيث نجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 23 في مختلف المسابقات مع ليفربول الموسم الماضي. وتساءلت المجلة: هل أعاق تغيير الخطة محمد صلاح؟ واختتمت المجلة: يتوقع المرء من مدرب جيد مثل أرن سلوت أن يجد حلا مع تقدم الموسم، ولكن في الوقت الحالي يبدو توازن الفريق مختلا بعض الشيء. وفي النهاية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان